السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. وأكلة اليوم الشعبي النهاردة حضرت لكم كده أحلى كشري في حلة واحدة، إن شاء الله تعمليه من غير ما يعجن منك وبطريقة سهلة ومش هياخد منك ولا وقت ولا مجهود. ونبدأ ونقول بسم الله. أول خطوة عشان توفري على نفسك الوقت، حضري المكونات بتاعتك كده كل حاجة في طبق، بحيث إن هي تبقى كميات متقاربة بإذن الله، بس المكرونة أكتر شوية لأن الكشري بتاعنا بتبقى المكرونة بتاعته والشعرية بتبقى أكتر من الرز. فهننزل زي ما انتم شايفين كده، حضرنا الحلة بتاعتنا وحبة زيت محترمين كده، احنا الكشري ما بيتعملش بسمنة طبعا، فهنحضر كمية من الزيت محترمة بحيث ان هي نبدأ نشوح فيها كل المكونات وتستحمل طبعا، ما تبقاش الحاجات محروقة منك ولا تاخد ريحة شياط. لازم اهم حاجة ان انت تحطي حبة زيت محترمين في قلب الحلة. هننزل كده بأول حاجة الشعرية، هنقلبها تشويحتين كده يدوب تاخد لون خفيف بسيط خالص، احنا مش عايزين نوصل للون الذهبي عشان طبعا لسه هي هتبدأ تتقلب مع باقي المكونات. هننزل بتاني حاجة المكرونة الصغيرة بتاعتنا، وهنبدأ نقلبها كده مع الشعرية. طبعا الشعرية بتفضل تاخد اللون الذهبي مع التقليب مع كل المكونات بإذن الله، عشان كده احنا نزلنا بيها أول حاجة، وهتسيبيها يدوب تاخد لون بسيط وننزل بالمكرونة. برضو المكرونة تسخن معانا وتاخد لون برضو بسيط شوية، هتنزلي على طول بالمكرونة اسباجيتي. هي المكرونة اسباجيتي هتغلبك شوية في التقليب، بس ما تيأسيش كده، قلبي بحيث ان هي تاخد تشويحة وتسخن معاكي عشان ما تعجنش معاكي. في ناس بتحب تحط المكرونة الاسباجيتي آخر حاجة عشان صعبة التقليب، لأ إحنا عايزين نحطها بحيث إن هي تلحق تسخن وتلحق تاخد تشويحة كده من الزيت، عشان ما تنزلناش نشويات في قلب الحلة وتخلي الكشري بتاعك معجن. فهي دي الخطوة الأساسية، إن انت ما تخليش الكشري بتاعك يبقى معجن ولا ملزق في بعض كده، لا، فقلبيهم تقليبة كده محترمة. في نفس الوقت أثناء ما بتقلبي بتلاقي الشعرية بتاعتك أخدت اللون الذهبي. خلاص أول ما تاخد اللون الذهبي خلاص يبقى هنحضر كده حبة الرز اللي احنا غسلينهم ومصفينهم، وهننزل بيهم على المكونات بتاعتنا. طبعا زي ما انتم شايفين العدس بتاعنا احنا كنا مبلينه، طبعا لازم تبليه قبلها بفترة عشان يستوي معاكي بسرعة ويطلع طري في قلب الحلة. هتديله تشويحة كده مع الرز. طبعا احنا قلنا اول ما تلاقي الشعرية اخدت اللون الذهبي خلاص، زي ما انتم شايفين، مش عارفة الكاميرا موضحة لكم ولا لا، خلاص هي الشعرية اخدت اللون الذهبي والمكرونة أخدت لها لون والاسباجيتي أخدت تشويحة كده خفيفة، بحيث إن هي زي ما اتفقنا ما تنزّلش النشويات اللي جواها وتعجِّن معاكِ. هنا خلاص كده كل حاجة سخنت في قلب الحلة واتشوّحت، وزي ما أنتم شايفين المكرونة سباجيتي بقت سهلة التقليب. طبعًا هي بتاخد معاكِ تقليبتين 3 لحد ما طبعًا تبقى سهلة معاكِ زي ما أنتم شايفين كده. خلاص حسّيتِ إن الرز بتاعِك سخن واتشوّح كويس، أهم حاجة تشوّحي الرز كويس وتحمّريه كويس بحيث إن هو ما يعجِّنش برضه معاكِ في قلب الحلة. كله بيعتمد إن أنتِ معاكِ المعلقة وتقلبي كده على طول على طول معاكِ، وهتكوني محضرة طبعًا الكاتل جنبِك، حبة مَيّة سخنين محترمين. أهم خطوة برضه إن أنتِ تحطي المَيّة تكون سخنة بحيث إن هو ما يعجنش معاكِ. فأهم خطوتين إن أنتِ تحطي الحاجة وتقلبيها وتشوحيها، وتكون المَيّة برضه سخنة وكمية الزيت تكون مناسبة، ولا تبقى هي قليلة وتديكِ ريحة شياط في الحلة، ولا تبقى كتيرة وتزيت لِك الكشري بتاعِك. زي ما أنتم شايفين أنا هنا باورّي لكم خلاص كده كل حاجة اتشوحت وبقت تمام التمام، هننزل عليهم بالمَيّة السخنة بتاعتنا. طبعًا أهم حاجة أنتِ تحضّري التوابل بتاعة الكشري بتاعتنا، هتحضّريها كده. طبعًا الكشري ليه توابل معيّنة إن شاء الله هنحطها كده مع بعض. طبعًا بعد ما ننزل بالمَيّة السخنة بتاعتنا زي ما أنتم شايفين كده، يا دوب أول ما أخدت التشويحة اللي إحنا محتاجينها، هنغطّي المَيّة كإنِّك بتعملي رز بالضبط، بس هتزوّدي حبّة بسيطة بحيث إن العدس بتاعِك يستوي. زي ما أنتم شايفين كده الكشري بتاعنا أهم خطوة إن أنتِ تحطّي له رشة كده من الكمون، رشة من الملح والفلفل الأسود، هتدّي له طعم مختلف. رشة الكمون دي بتدّي للكشري طعم مختلف بإذن الله. زي ما أنتم شايفين هنغطّي على الحلة ونسيبها كده ونحضّر الصلصة بتاعتنا. هنعمل الصلصة والدقة في قلب بعض، هتدّيكِ طعم خطير كده إن شاء الله. يبقى أنتِ كده ما تعبتيش نَفْسِك في ال
كمية الحلل والأطباق، فأنتِ كده هتوفّري على نفسِك، يا دوب هُم كده خلّصنا الوصفة بتاعتنا بمنتهى السهولة. هنحضّر كده معلقة كبيرة من التوم المفروم، وهننزل عليه بالتوابل بتاعتنا ملح وفلفل أسود وكمون وكزبرة، وهنقلّبهم تقليبتين، وهننزل عليهم بالخل بتاعنا. طبعًا أهم خطوة إن أنتِ تنزلي بالخل. الصلصة بتاعة الكشري بتاعة المحلات بيبقوا حاطين لها خل زي ما أنتم شايفين كده، فأنتِ هتشوّحي التومة بتاعتِك مع التوابل بحيث إن هي تاخد من طعم التوابل، وفي نفس الوقت مش عايزين التومة بتاعتنا تتحرق ولا تطلّع ريحة كأنِك هتعملي طشة، لأ يا دوب هتدبّليها وتنزلي عليهم بالخل زي ما أنتم شايفين. وهنكون محضّرين الصلصة بتاعتنا. أنا هنا كنت ضاربة حبة كده وعاملة حبة صلصة، فهانزل على التوم بتاعنا والخلطة بتاعتنا. طبعًا الريحة مش هاقول لكم كده فواحة خطيرة الصراحة. فهننزل كده بالصلصة بتاعتنا ونسيبهم في قلب بعض. الصلصة تاخد من التوابل ومن الريحة بتاعة الخل وريحة التوم، طبعًا عشان نحضّر أحلى صلصة وأحلى كشري بإذن الله. هنغرفه مع بعض. الصراحة الريحة كانت خطيرة، وفي نفس الوقت ما تعبناش، كأنِك بتعملي حبة من الرز. هنا زي ما انتم شايفين كده حمرت حبة بصل كده وطلعتهم كده على جنب، ونزلت بحبة الزيت اللي طلعوا من البصل على الصلصة بحيث ان هم يدوها ريحة زي اللي احنا بنشتريها بالظبط. فأهم حاجة في تريكات كده بتعمليها بتعلي التست بتاعك والطعم بتاع الحاجة معاكي. زي ما انتم شايفين كده خلاص هي بدأت تتسبك والمادة الدهنية بدأت تطلع من فوق. واهم حاجة في الصلصة بتاعة الكشري تحس ان هي تقيلة شوية. انا هنا كنت بوريكم لازم تبقى تتقل معاكِ ما تبقاش خفيفة، بحيث إن هي تبقى على وش الكشري ما تسقطش منِّك من تحت كده. زي ما أنتم شايفين خلاص كده هي أخدت السِوَى اللي محتاجاه. وهنشوف الحلة بتاعتنا مجرد ما حضّرت الصلصة كانت الكشري بتاعنا استوى وتمام التمام. ويالّا كده نغرف مع بعض أحلى طبق كشري إن شاء الله الأطفال هيحبوه. حضّرنا كده طبق صلصة للي يحب يزوّد طبعًا صلصة، وتحضّري البصل بتاعنا اللي إحنا عملناه. أهم حاجة في البصل إن أنتِ تقلّبي على طول بحيث إن هو ما يتحرقش منِّك، وبعد ما تطلّعيه تحطيه كده على منديل بحيث إنه يتشرّب المادة الدهنية بتاعتنا. أنا طبعًا ما حبيتش أطوّل عليكم الفيديو ونعمل البصل. كلنا عارفين إزاي بنعمل البصل بتاع الكشري، حبة زيت ورشة ملح كده، ونكون مقطّعين البصل بتاعنا شرايح ونقلّبهم كده في الزيت وبعدين هنطلّعهم كأنِّك بتحمّري حبة من البطاطس. فزي ما أنتم شايفين الكشري بتاعنا طالع خطير وريحته خطيرة زي ما أنتم شايفين كده، وكل حاجة مفلفلة. العدس بتاعنا مستوي والرز بتاعنا مش معجن ولا المكرونة معجنة. أهم حاجة اعملي خطوة بخطوة زي ما احنا كده عملنا مع بعض في قلب الفيديو، وحضري لكل طفل كده طبق حطي له كده حبة صلصة وحبة بصل كده على الأكلة وافتحي نفسهم. إن شاء الله وصفة كده هتعجبك، وهتدعي لي بإذن الله على الطريقة السهلة والسريعة والبسيطة دي في نفس الوقت. يلا كده ده كان فيديو النهاردة، ولو عجبك فيديو النهاردة والكشري بتاع النهاردة وصلصة النهاردة يلا كده ما تنسيناش باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.